ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة الفاصوليا الحمراء والذرة الحلو. اتمنى كده تعجبكم، ليها فوائد كتيرة جدا وحلوة قوي، اللي كمان الناس اللي بيحبوا يعملوا دايت، واللي كمان غير اللي هم ما بيعملوش دايت، لانها صحية جدا ومفيدة. يلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واحنا كده بنحضر بقى السلطه بتاعتنا السهله جدا، ما بتاخدش معانا دقايق. هنتكلم عن فوائد الموجوده فيها. اولا بحط معايا، بجيب بوله كده ومقطعه قطع من الخيار، قطع صغيره، ومن الطماطم. خدت طماطمايه واحده كده، اللحم بتاعها مش عايزه الموجود فيها، القلب بتاع الطماطم مش عايزاه. ومعايا علبه من الفاصوليا الحمراء بحطها. طبعا انا بغسلها من المواد الحافظه اللي فيها، وبرده والذرة الصفراء. هنتكلم بقى عن الفوائد. الذرة ليها كتير فوائد، وبتحمل على الجسم، وبتقوي، وفيها بتحمل من الجسم من أمراض كتيرة. منها مثلا القلب، أمراض القلب، وتخفيض ضغط الدم، وتنشيط الخلايا العصبية في الدماغ. وبتحتوي على سعرات عالية جدا وفيتامينات ومعادن مهمة جدا في الجسم. طبعا حطيت الفاصوليا مع الذرة، وحطيت قطع الخيار والطماطم، وخدت كده عودين من البقدونس، عايزة الورق بس. وكمان حطيت رشة من الملح، وكمان معايا رشة من الفلفل الاسود، رشة بسيطة، ومعايا ليمون وخل، ومعايا معلقتين بس من المايونيز. بس كده. وبقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض. ومعايا بقى شوية زيت زيتون لو عندك، ما عندكيش يبقى اي زيت ذرة مثلا. بس طبعا الافضل يكون زيت زيتون، لكن لو ما فيش اي مشكلة خالص. تمام كده. هنتكلم بقى عن فوائد الفاصوليا الحمراء. الفاصوليا الحمراء بتحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، اللي هي زي النوبات القلبية. وكمان إنها مصدر غني جدا بالألياف، وبتقلل من نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وضغط الدم، وبتزيد من نسبة الكوليسترول الصحي اللي هو ال HDL. وتحتوي على مضادات أكسدة قوية خاصة، قوية جدا، الفاصوليا الحمراء والسوداء. تمام كده. طبعا لو دخلتي كمان على تعملي سيرش هتلاقي حاجات كتيرة وفيتامينات. انا بس مش عايزة اكتر عليكم الفيديو. سلطة حلوة جدا ومفيدة وغنية جدا بالفيتامينات والمعادن. اتمنى طبعا تجربوها، وطعمها لذيذ جدا جنب بقى مشويات، جنب اي اكل كده خفيف. طعمها حلو جدا، وكمان مشبعة جدا جدا. اتمنى طبعا، لسه جديدة على القناة بتاعتي، انا اسمي سولا وقناتي اسمها سولا صلاحي. اتمنى تجربوا السلطة دي، حلوة جدا جدا ومفيدة خالص. لو لسه بقى ما عملتوش لايك، هنا كنت بحط ليمون للفيديو. اتمنى بقى تعملوا لايك وتاخدوا جولة في القناة، وان شاء الله هتلاقوا فيديوهات ووصفات جميلة جدا تعجبكم باذن الله. اتمنى طبعا تشرفوني وتكونوا من افراد عيلتي الصغيرة، اللي دايما نفسي العيلة تكبر بيكم، عشان القناة تكبر طبعا بيكم، مش هكبر الا بيكم انتم، وبدعواتكم وبتعليقاتكم، وان انتوا كمان تكونوا معايا ايد بايد كده. لكن انا من غيركم مش هكون ولا حاجة، ولا القناة هتكبر ولا اي حاجة. طبعا اتمنى طبعا يكون ضيفة خفيفة عليكم. ولو اي وصفة انتم محتاجين ان انا انفذها لكم، اكتبوها لي في التعليقات، وان شاء الله هنفذها معاكم. اتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة. و اتمنى طبعا تقولوا لي رايكم في الكومنتات على السلطة. اشوفكم في رعاية الله، مع الف سلامة.